السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي. الله يسعد أوقاتكم جميعا. طريقة لعمل رقم من دولة لاتافيا لتفعيل التليجرام، رقم مضمون بإذن الله 100%. ولكن في البداية اللهم صل على سيدنا محمد، اعمل لايك للفيديو. وهي مجموعتي على التليجرام، عم نوزع فيها أرقام مجانية ومسابقات مستمرة بإذن الله عز وجل، كله بالإثباتات. تمام إخواتي، الكل يروح ينضم فيها. طبعا عم نوزع كل يوم إن شاء الله رقمين 3 هل نحسن عليه. تمام اخواتي، رح ندخل على الشرح باذن الله. اول شيء نختار الفي بي ان هذا. حلو. طبعا جميع روابط اسفل صندوق الوصف، بدون روابط طبعا اعلانات. فورا رابط مباشر يوديك لمتجر بلاي، ما تعذب نهائيا. ننتظر لحتى شوي هيك ياخذ التطبيق على الجهاز. تمام. فورا حسب الانترنت اللي عندك قوته. تمام. هلا اخذ التطبيق هيك نظامي، راح يفتح معنا بهالشكل. تمام. انتم ركزوا معي اخواتي، نحن السيرفرات اللي راح نختارها. حلو. ركزوا معي، اهم شيء تركز معي، ما تكرر الفيديو لقدام مشان ما تجي تقول لي ما فهمت عليك. السيرفرات اللي عم اشر عليها في اللون الاخضر هي تكون سيرفرات قويه، ولكن نحن في المجمل العام نحن رح نختار سيرفر المانيا. تمام. سيرفر المانيا نحن عم نختاره، ونتوجه فورا للتطبيق بدون اي مشاكل. نروح للتطبيق. تمام. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، ندخل على التطبيق. اذا وصلت معي لهون لايك للفيديو، الله يبارك فيك، ما راح تخسر شيء اخي، انت بتدعمني باللايك. تمام. هلا هيك راح نكتب على ساين اب على الكلمه من تحت. هون نكتب اي شيء عشوائي على التعيين. تمام. ندخل على التطبيق، اي شيء على التعيين، وراح نعمل نسخ لليوزر. حلو. هلا هون نكتب كلمه سر، مثلا من 1 ل5 هيك شيء، يعني اي كلمه سر انت تختارها، ولكن تطابقه بالكلمه السر الثانيه. تاكد كلمه السر نفس كلمه السر اللي فوق، تعطي تسجيل. حلو. اسهل من هيك ما في. هلا تعطي كبسه واحده. انا تخطيت لك مشكله انه يعطيك خطا، ما راح يطلب منك خطا نهائيا. انت تابع معي اخي الفيديو قدامك بالدليل. اعطاني سماح، ليش؟ كله يعتمد على قوه الانترنت عندك. حلو. نضغط على السيتنج. طبعا الرقم ما طلع شغال، الرقم بدايته طبعا 212. هذا الرقم مو شغال. راح اقول لك الرقم الشغال، انت تابع معي شلون احنا رح ناخذ ارقام. نعطي على اضافه حساب مكان ما اشرت لكم. حلو. هون نكتب لا على التعيين اي اسم عشوائي لا على التعيين. طبعا انا ما راح اوقف الفيديو عمدا مشان انت تستفيد من الفيديو. هون نلصق طبعا ننسخ اسم اليوزر نيم، نفس الحركه الاوليه اللي سويناها. بعدين نعطي كلمه سر، نعيد كلمه السر، ونعطي على التسجيل، ونعطي على التالي. تمام. طبعا اشاره الخطا ما راح تطلع. انت حمل النسخه اللي انا عم بحملها انا، راح اترك لك اياها اسفل صندوق الوصف، راح اترك لك اياها بقناه التليجرام. هون عدنا حمل، ولكن كمان الرقم هذا بدايته ما راح يشتغل معك. حلو. نرجع نعطي على فوق اضافه اكونت جديد. تمام. هون نرجع نكتب كمان طبعا اي اسم عشوائي. طبعا انا وقفت الفيديو بس شوي مشان ما يصير ممل جدا. حلو. نعطي على التالي. طبعا الرقم كمان مو شغال، شوف بدايته شقد. طبعا 216 مو شغال. هلا اخواتي هذا الرقم بعد ما وقفت الفيديو، طبعا ما في دقيقة واحدة، الرقم بدايته 3 2. حلو. طبعا 3 2، هذا الرقم شغال 100%. هذا الرقم للتليجرام شغال. تمام. نحن نحفظ اليوزر نيم لنا. حلو. نروح نحذف النسخة الحديثة. ركزوا معي اخواتي ايش رح نعمل. نروح نحذف النسخة الحديثة. طبعا النسخة الحديثة ما بيجي عليها اكواد نهائيا، محظورة من الاكواد. نعطي الغاء تثبيت النسخة الحديثة، وراح نتوجه للنسخة القديمة. طبعا انا راح ادخل على عندي على الذاكرة الداخلية النسخة القديمة، كمان راح اترككم اياها في قناة التليجرام، انت مشان ما تتعذب نهائيا. حلو. هلا هيك طبعا النسخة القديمة هيك ثبتها. بعد ما نمسح النسخة الحديثة نثبت النسخة القديمة. نثبت النسخة القديمة طبعا سواء راح تتثبت معنا. تمام اخواتي. نحن العبره من هالشيء ايش هو النسخه القديمه، مشان نستقبل عليها الاكواد، يعني راح يشتغل عليها الاكواد 100% ان شاء الله. ندخل للنسخه القديمه. هلا بعد ما ثبتناها صارت امورنا تمام بالسليم. حلو. نعطي السماح بالاذن. حلو. وراح نحن نحط اليوزر نيم. طبعا انت لازم تنسخ اليوزر نيم والرقم التليفون. ليش؟ الرقم اللي اول 3 2. هلا اقول لك ليش. هلا اخواتي هيك عدنا نظامي. هلا هيك انتسخ عدنا، لصقناه هون نظامي وفتح معنا الحساب. نعطي على سماح. نضغط على كلمة سيتنج. اذا ضغطت هون ما يبين لك هون الرقم. بالنسخة القديمة ما بين لك الرقم، احنا نسخنا الرقم تحطه على حافظة. حلو. بنروح للتليجرام. رح ندخل للتليجرام، بدء المراسلة. انا ناسخ الرقم. شفتوا في بداية الامر نحن نسخنا الامر، عفوا نسخنا الرقم. تمام. هلا 3 7 1 نداء لاتافيا. تمام. وهون نلصق الرقم، بفوت على الحافظة.
طبعا انا حاطه بالحافظه، هو حاولوا ان تسخون عندنا بالحافظه. هذا هو الرقم، ونعطي عليها التالي بهالشكل ونعطي على نعم. مثل ما تلاحظوا هلا بيعد عندنا عداد، الرقم شغال نظامي. ارسل رساله مجددا. طبعا الرقم كان مستعمل، هلا بنحسن نفكه ولا لا راح نشوف مع بعض. تمام، وراح اقول لكم كيف نفكه اذا يكون مقبول، وكيف ما ينفك اذا ما ينفك معنا شلون يبين. هلا ندخل لهون على السيتنج. مثل ما تلاحظوا طبعا ما راح يجي كود لينتهي الوقت والعداد. حلو، انا راح استنى لينتهي الوقت والعداد عندنا. تمام، بكل سهوله نحن ننتظر انتهى عندنا العداد، نعطي على كلمه اتصل بي لملء الفراغ. مثل ما تلاحظوا اخواتي هلا راح يصل الاتصال 100%. هاي الاتصال وصل. حلو، هلا وصل الاتصال. تمام، هلا انا بكتب الكود 7 7 9 6 8. نحن للعلم ان الرقم مقفول. حلو، هلا راح نطلع كلمه هل نسيت كلمه المرور هذا، هل فقدت تعطيه حسنا، حذف الحساب تعطيه حذف. مثل ما تلاحظوا انفك معنا هذا الحساب محذوف من قبل البريد فيه. احسنت ادخل عليه. هلا انتهت صلاحيه المده. تمام، نعطي على ايقاف ونرجع نطلب كود مره ثانيه بيكون انفك عندنا الحساب. نعطي على نعم، نعطي على كلمه نعم، وراح نستنى. نعم، بهالشكل رجع اعطاني عداد. مثل ما تلاحظوا هلا انفك عندي حظر التحقق بخطوتين. ننتظر شوي، اتصل بيه. هلا رح يجينا كود ثاني اتصال. تمام، مثل ما تلاحظوا هلا وصل الاتصال نظام 100%. وراح نسجل الكود الخاص في حسابنا على تليجرام 9 5. طبعا 0 9 5. مثل ما تلاحظوا هلا سجل معنا النظامي. وهلا نكتب الاسم الاول والاسم الثاني. طبعا هالرقم هذا راح يكون في قناه التليجرام، روح انضم للقناه ان شاء الله مشان تحاول تلحق كم رقم اللي راح نوزعهم. تمام، هلا هيك اخواتي اذا تشوفوني بستاهل اللايك والتعليق لا تقصر معي، انا ان شاء الله ما بقصر معك باذن الله عز وجل. تم انشاء حساب تليجرام برقم لا تافه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.